بطلتنا اسمها كنزي، عروسة انما ايه، شقية ونرفوزة لكن دماغها ايه، تحب المستحيل، تعرف حاجات كتير، واللي يغير يغير، دي عروسة مشكلة. اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خارجة من الكمبيوتر، شاطرة وتعرف لغات، وهي قاعدة على النت بتعمل شات، تجمع معلومات ده غير الحركات، وعليها قفشتي كنزي. اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا وكنزي اصحاب مهما كنا اغراب، اهرب منها تناديني الاقيها وتلاقيني، الغيها وتلاغيني، بس اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل يوم هنقابلكم ونروح مكان جديد، ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد، مكتبة اسكندرية اهو نتثقف شوية، نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا كنزي، كنزي، ايه اللي انت بتعمليه فوق ده؟ عرض مسرحي؟ عرض مسرحي ايه بس؟ اسمع بس كده وقول لي رايك ايه؟ طيب يا ستي سمعيني. تعرف ايه يا كنزاوي عن المنطق؟ تعرف ان لما الواحد حد يضربه على نافوخه يقع ما يحطش منطق. بص يا كنزي، انا عاوز اقول لك على حاجه. حلو قوي اللي انت بتعمليه ده، بس اللي انا عاوز اقوله لك ان المسرح ده ما كانش ابدا علشان يمثلوا فيه. المسرح ده علشان كانوا بيعزفوا فيه بعض المقطوعات الموسيقيه. خد نفسك الاول، اقعد تلاقيك تعبت من السلوك. انا خدت نفسي، بس هنا ما كانوش بيمثلوا، هنا بس كانوا بيعملوا عروض موسيقيه في العصر الروماني. وبعدين في العصر البيزنطي اتحول لمكان للعمل السياسي. فهمتي؟ يعني زي مجلس الشيوخ كده؟ ايوه بالظبط كده. تعالي بقى نقعد على المسرح شويه، او على المدرجات بتاعته بمعنى اصح، وبعدين يجي الاستاذ عبد العزيز عشان هيكلمنا عنه كتير. يلا بقى انا تعبت. لا استنى عشان باين اتزنقت في العناويط دي. يا عم طلعني بقى. يا خبر ابيض. استني لا استني هشيلك كده. انا مش قادره، انا اتزنقت. استني بس. طب بالراحه بالراحه. طب استني، هقول لك. هتطلعي على ورا ولا على قدام؟ انا قدام طبعا. طب هو ده. يلا بس كده. يعني يا تعبانه. اها. ده انا كنت مزنوقه زنقه ما يعلم بقى الا ربنا. اهو استاذ عبد العزيز اهو. يا استاذ عبد العزيز احنا هنا اهو. انا جاي يا كنزي اهو. تعالى تعالى. انا جاي. يا اهلا يا اهلا باستاذ عبد العزيز. اهلا اهلا. اهلا، ازيك يا ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ ازيك يا كنزاوي؟ ازيك؟ سلمي بقى سلمي بقى. ازيك يا استاذ عبد ايه العزيز؟ اخبارك يا عامل ايه؟ كنزي؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. وايه اخبارك في المنطقه هنا؟ منورانا والله يا كنزي. الله يخليك، دي منوره بيكم. انت مبسوطه هنا يا كنزي؟ الحمد لله. تعرفي ايه هنا عن المنطقه يا كنزي؟ اعرف ان ده المسرح الروماني. عارفه المسرح ده كان بيستخدم زمان كان ايه؟ ايوه كنزاوي قال لي بس نسيت. ده كان بيستخدم في العصر الروماني، كانوا بيسمعوا فيه الموسيقى. ايوه صح، هو قال لي كده برضه. صح يا كنزي؟ ايوه بس وبعد كده في العصر البيزنطي قعدوا استخدامه زي ما انت شايفه، صغروه وبالمنظر ده عشان يعتبر زي المجلس الشعب، مجلس الشعب بتاعنا. ايوه اللي هو مجلس الشيوخ الروماني. بالظبط. انت عارفه المنطقه دي زمان كانت ايه يا كنزي؟ معرفش، يعني كانوا بيقولوا تل تقريبا.
بص يا كنزي هناك بعيد شايفه؟ هناك دي كانت كلها نفس المستوى ده، كان كله تل تراب، تل كبير تراب، كان الناس بتمشي من فوق. ايوه يا كنزي؟ ايوه يعني كل الارض دي كانت فوق كده عند الشجر ده؟ بالظبط، كان كبير، التل ده كان كبير، كان فوق. بعد كده بدأوا يبنوا مباني هنا، جم يكسروا ويهدوا ويفحتوا عشان يبنوا مباني. المباني دي ورا المسرح هناك، هوريها لك من فوق لما نطلع، انت هتشوفي كل حاجه من فوق. طب اذا كان كده بقى يلا بينا نطلع فوق عشان نشوف. يلا بينا يا انجي. المهم استنى بس يا استاذ عبد العزيز، عشان كنزي بتغلبني في الاسئله بتاعتها، ولما نقوم من المكان ممكن ترجع تاني وتسال اسئله عن المكان نفسه. انت عايزه ايه؟ مش كده يا كنزي؟ طبعا انا افتكرت يا كنزاوي صح، انا كنت عايزه اسال عن العمدان دي، الاعمده دي ايه؟ الاعمده اللي فوق؟ ايوه. بصي الاعمده اللي فوق دي كانت موجوده في المسرح زمان. كان في النبلاء والاشراف، الناس الاغنياء كانوا بيقعدوا فوق هنا في المدرجات، بقوا كان ليهم مقصورات، كل عمود ما بينه مقصوره، اكبرهم المقصوره اللي في نص المدرج ده، شايفاها يا كنزي؟ ايوه بصي معايا هنا يا كنزي، بصي يا كنزاوي، الله هنا جميل. في نص المدرج كان النبلاء والاشراف والاغنياء كانوا بيقعدوا فوق، وباقي الناس كانوا بيقعدوا في المدرج. بس انت هتشوفي حاجه هقولها لك تاني يا كنزي، انت ملاحظه حاجه؟ بصي هنا المدرجات يا كنزي مش كامله لحد تحت. تقدري تقولي لي ليه؟ صحيح. ايه ده غريبه، بعد السلالم اللي هنا وبعد السلالم اللي هنا في استكمال، دليل على انه كان في استكمال بعد ما اتبنى المدرج. صح يا كنزي؟ ايوه صح. كان زمان كان في باب من هنا وكان في باب من هنا، اتقفل واتعمل المدرجات دي عشان يساعد العدد الكبير اللي كان موجود في الوقت ده في العصر البيزنطي. يعني الناس دي كلها كانت بتقعد هنا على المدرجات دي؟ كانت بتقعد هنا زي ما احنا قاعدين يعني كده. طب هو دلوقتي ينفع ان الناس تقعد برضه على المدرجات دي؟ لا، دلوقتي ده يعتبر اثر الاصول نحافظ عليه. احنا دلوقتي هننزل تحت عشان نحافظ على الاثر بتاعنا ومحدش يقعد عليه، عشان ده من زمان ونحافظ عليه عشان يقعد مده اطول معانا ووقت كتير. طب يلا مستنيين ايه؟ يلا بينا عشان الاثر يفضل حلو وجميل. صح يا يلا كنزي؟ بينا. يلا يا كنزاوي، يلا يا مغلبني، يلا يا كنزي. يلا يا مغلبني يا تعبني ومشيني في الشمس. انا برضه اللي ممشيكي في الشمس ولا انت اللي تعباني ومغلباني؟ طب احنا النهارده هنفطر ايه يا كنزاوي؟ قول لي كده بيني هنفطر وبينك. ايه النهارده بقى؟ بس لما نخلص الاول نبقى نشوف هنفطر ايه. فطار روماني هنا. أعمدة تاني؟ ايه الأعمدة دي كلها؟ هي يا كنزي اللي احنا شفناها تحت نفس الأعمدة، بس احنا دلوقتي بنشوفها من فوق. كانت موجودة في الشارع الروماني القديم، كانت مطلعة من الجهة الغربية يا كنزي. كانوا لما بيمشوا الرومان في الشارع دوت كان بيبقى في جنب في أعمدة، والجنب التاني بيبقى فيه الجدار دوت يا كنزي. وهنا المسرح، اسمه المسرح، وهو أساسا تسميته المدرج مش المسرح. وايه تاني يا استاذ عبد العزيز بقى في المسرح ده؟ هم كانوا ليه بيقولوا عليه مسرح؟ بص يا كنزي، في الفترة الرومانية كانوا بيستخدموه الرومان لسماع الموسيقى، كانوا بيستمعوا في الموسيقى. كان عبارة يا كنزي عن 13 مدرج زي ما انت شايفة. أول درجة تحت لونها أحمر، كان الجرانيت وردي عشان يتحمل الضغط بتاع المدرجات اللي فوقيه يا كنزي. تمام يا كنزي؟ شايفاني؟ ايوه شايفه كل حاجه، بس هو شبه حرف اليو صح؟ بالظبط يا كنزي. بس انت مش شايفه حاجه غريبه يا كنزي؟ انا شايفه بره في سور وجوه في سور، حاجات كده. صح كده يا كنزي. الجدار الخارجي ده بتاع المدرج في الفتره الرومانيه، كانوا بيستخدموه في الفتره الرومانيه. يبقى في كده المدرج كان كبير. جه في الفتره البيزنطيه لما جم البيزنطيين هنا، جم لقوه متكسر وواقع، عادوا استخدامه مره اخرى يا كنزي. حصل زلزال في اسكندريه هنا، زلزال كبير وقع المدرجات دي كلها. لما جه البيزنطيين جم يا كنزي صلحوا المدرجات دي وخلوه بشكل صغير، شكل اليو زي ما انت قلتي. طب وهم كانوا بيعملوا فيه ايه؟ كان في الرومان بيسمعوا الموسيقى. اما جه البيزنطيين استخدموه عشان زي المجلس الشعبي بتاعنا دلوقتي يا كنزي. يعني يقعدوا يتشاوروا فيه. بالظبط، يتشاوروا فيه. مش ملاحظه؟ ايوه بشوفه في الافلام كده زي مجلس الشيوخ الروماني. مش ملاحظه حاجه كمان يا كنزي؟
انا ملاحظه ان في حاجات هناك بقى كده لونها احمر. إيه؟ ايوه هي اللي هناك دي. ايوه ايه دي؟ اللي هناك الطوب دي؟ بتاعها زغنطوط كده ولونه احمر. باقي الحمام الروماني كان بيستخدم في الفتره الرومانيه. بس مش ملاحظه حاجه كمان يا كنزي؟ وفي طوب تاني كده كبير شويه كده ولونه ابيض. بالظبط. دي كانت بعض الابنيه، كانت عباره عن قاعات، قاعه او اوضه مدرجات فيها صغيره. دي قاعات اسمها قاعات الدراسه في الفتره البيزنطيه. ايوه زي المدرسه يعني. بالظبط. وفي راي جديد بيقول ان القاعات دي وهي موجوده يبقى كان في قاعات، يبقى دي القاعه الكبيره. ده الراي الجديد اللي بيتقال يا كنزي. طب وايه الحته الفاضيه دي اللي ما فيهاش غير في كام عمود كده وبعدين حته فاضيه وايه دي؟ دي في بعثه شغاله اسمها البعثه المصريه البولنديه، شغاله هنا لسه بتطلع، هتبتدي تحفر وتطلع، شغاله بتشتغل في الصيف نظام مواسم. بس يا كنزي انت ملاحظه حاجه في الحمام انه لونه احمر. ايوه غير صحيح. الطوب هو ليه الابيض. لونه احمر وفي الطوب التاني ده ابيض؟ ليه مش كله؟ ما هو الحمام الروماني يا كنزي بيبقى فيه نظام افران تحت الارض، تحت الحمام نفسه فيه افران عشان تتحمل درجه الحراره يا كنزي. ايه رايك؟ وهنا في اعمده. وشايفه كمان في شارع. ده الشارع القديم في الفتره الرومانيه يا كنزي. الشارع ده كان متقفل بخشب عشان يحمي الناس من الشمس وهي ماشيه. يا سلام لو يعملوا كل الشوارع كده عشان الشمس، ويا سلام لو فوقينا احنا خشب عشان الشمس. مش هنبص للشمس كده يا كنزي. يعني معنى كده ان دوت كل العواميد دي اللي طالعه لغايه هناك دي، ده كده كان شارع؟ ده كان شارع. كان ناسك بقى منين؟ من البحر لغايه البحر لحد هنا. طبعا لو في حفاير كمان شغاله هتبين بقيه المنطقه. تطلع بقى لحد قدام طبعا. طب انت ما سالتنيش حاجه كمان يا كنزي. اسالي يا كنزي. اسال ايه بس؟ انا دماغي وجعتني من الشمس يا كنزاوي. طب يا كنزي فين الخشب هيتشال على الاعمده؟ طب الناحيه الثانيه هيتشال فيها ايه يا كنزي؟ بس يا كنزي شايفاها في جدران دي اللي هي بتاعت القاعات اللي احنا قلنا عليها. ايوه دي كانت كبيره بطول العمود، كان متقفل عليها الخشب من الجدار للعمود. شفت يا كنزي؟ اما جم البيزنطيين فتحوا ابواب وخلوها قاعات من جوه. عموما احنا بنشكرك جدا 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 يا استاذ عبد العزيز على المعلومات القيمه اللي احنا عرفناها منك النهارده عن المسرح الروماني. باي. شكرا يا استاذ عبد العزيز. شكرا ليك. مع السلامه. يا كنزي. مع السلامه. مع السلامه. سلامه. باي باي. يلا بينا بقى يا ست كنزي عشان تعبت قوي. يلا بينا. لا احنا مش باي باي. لا يلا بينا باي باي. استنى ايه؟ لسه سؤال الحلقه. صحيح كنت هتنسيني. انا برضه اللي بنسيك. بص يا ست، سؤال حلقتنا النهارده بما اننا في المسرح الروماني، يا ترى يا هل ترى يا ست كنزي ويا اصدقائي اللي بيشوفونا، كام عدد درجات المسرح الروماني؟ اللي يعرف لازم يبعت لنا على القناه ال5 برنامج كنزي وكنزاوي، واكيد هيكسب معانا. بطلتنا اسمها كنزي، عروسة انما ايه، شقية ونرفوزة لكن دماغها ايه، تحب المستحيل، تعرف حاجات كتير، واللي يغير دي عروسة مشكلة. اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خارجة من الكمبيوتر، شاطرة وتعرف لغات، وهي قاعدة على النت بتعمل شات، تجمع معلومات ده غير الحركات، وعليها قفشات. دي كنزي اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا وكنزي اصحاب مهما كنا اغراب، اهرب منها تناديني الاقيها وتلاقيني، الاقيها وتلاقيني، بس اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتحب المعرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل يوم هنقابلكم ونروح مكان جديد، ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد. مكتبة اسكندرية اهو نتثقف شوية، نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنزي.